كي لازمنا ثاني كما قلت لك واحد الخطر نبكيو على ماضينا اللي استعمرنا عده مرات ونديروا غلطات. ونسالوا لماذا؟ على امريكا ولو جي 7 اقوى دوله ما يتكلش على الجزائر، باسكو على بالهم الجزائر يعني هشه، ماشي باسكو خايف منا حنا انه حنا نخدعوه، لا مش بالباب هذا، انه حنا يعني بلاد غير مستقر، بلاد اللي نباع فيه الارهاب لاول مره حنا الاولين. نعم. وكي تجي تشوف حتى يعني حنا قاعدين حنا دائما نستناو دوكاتيك، نستناو دائما مصيرنا من الجيش، ومن جهه اخرى نزعفوا علاش قايد صالح بعث لهذا والهيكاتيك، ونقولوا علاش الجيش الجزائري هو اللي فارض علينا يعني نظام السياسي اللي رانا حاصلين فيه. لخاطرش الجيش ثاني يقول لك ما عندكمش مجتمع، ما يقولهاش في التلفازه، يفكروها، يقول لكم نفتحوا لهم لبا خليوهم ما يديروش. قاعدين احنا قطعه تاع غنم ونستناو احنا وقتاش الجيش يدافع علينا. كل ما تكون ازمه في الجزائر وكاين خطورات واش يديروا النخبه؟ واش يدير الجزائري؟ يديروا اشارات، يغمزوا للجيش قال الداخل سلكنا. من بعد تولي تسلك. ما عندناش مجتمع، مازال ما بناش مجتمع، وما كان حتى جهه ولا في السلطه ولا في المعارضه حاملين هذه الفكره ولا عمرهم سمعوا بها. كي نشوفوا هضرنا على تونس باللي راهم خير منا لانه عندهم مجتمع، ما عندهمش الريع، مش مرتبطين بالجيش ديالهم. اخي ماشي انا اللي حطيتك تحت الاستعمار مده 2000 سنه، انت شعبنا كاع هذا هو تاريخنا الحقيقي. كاين ناس يزيفوا، انا نشفى في وقت الله يرحمه مولد قاسم ويتترى كل شيء، يدير ياخذ واحد الافكار يقول لك الجزائر برمت اتفاق مع امريكا في 1800. يا ودي الاتراك اللي كانوا يديروها، واش قاعدين تحكيوا لنا انتم الجزائر؟ ما كنت جزائري دو لافير، الجزائر كان مرمي مسكين لهي في الجبال، مرمي لهي كان الترك والكولوغلي هما البحريه الجزائريه هي بحريه رومانيه عثمانيه من وقت يعني اخوه عروج. هذا ما كان حنا شغل يعني يكذبوا على نفوسنا، حتى النخبه تاعنا تكذب، مش عارفين من الجهل، بس كان ما تصورش واحد يجي يقول انه الصباح بكري يقول دوك نبدا نكذب، لا، حامل افكار سمعها منا عايشين لانه كاين النفط، كاين دراهم يجي من برا، هذا ما كان. غدوه يروح لنا نفط ما نصيبوش ناكلوا بعضنا بعض، نقتلوا بعضنا بعض، هكذاك حقد هذا يجي من باب هذا. الشعب ثاني يحب المرض، ها عندنا الدوله مريضه والشعب راضي بها.